اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض طريقه تفريز الطماطم. طبعا كل ده بيسهل لنا في رمضان يا جماعه، عشان النهار قصير تطلعي كيس كده وتعمليه بسرعه. انا معايا النهارده كده حوالي 9 أو 8 كيلو من الطماطم، هخزنهم معاكم. كده هنبدا ان احنا هنقطع الطماطم 4 تربع كده ونحطها في حله. هعمل الكميه كده كلها. تمام. بعد ما اخلصها كلها بقى هبدأ ان انا احطها على النار، هحطها على النار من غير ولا نقطة مية. هتقولي هتتحرق منك؟ لا، مش هتتحرق ان شاء الله، يعني ما تخافيش، انا عملتها وما اتحرقتش معايا. هنحطها كده في الحلة، هي هتنزل ميتها وهتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنقلبها بقى عشان اللي ما استواش يستوي، نزل اللي فوق تحت وكده عشان كله يستوي وتنزل ميتها، وبعدين نعرف نضربها. تبقى طريقة سهلة ان شاء الله وبسيطة، وهتوفر عنا كتير في رمضان. ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتضغطي لايك لو عجبك الفيديو. هي ده كده شكلها بعد ما طلعتها من على النار. ضربتها، انا سبتها تبرد وبعدين ضربتها في الخلاط. لو عندك هاند بلندر اضربها على طول عادي في الحلة كده. دي كانت اللي اتصفت، دي اللي هي هناك دي، والتانية دي ما اتصفتش. هصفيها معاكم. طلعت بذور كتيرة قوي، فاحنا لازم نصفيها عشان يعني يبقى شكلها حلو كده، كمان بتوجعلناش بطننا يعني كده. وانا بصفيها معاكم طلعت منها بذور كتيرة يعني، فانت حاولي بقى تصفيها علشان ما توجعلناش معدتنا في رمضان. الحاجات بقى اللي هنحطها تحفظ لنا الطماطم، هنحط 3 ورقات لوري، دول 9 كيلو يعني، ومعلقة ملح ومعلقة بابريكا ومعلقة سكر. كل ده بيحافظ لنا عليها وبيخليها تطلع كأنها لسه جايبينها او ضربينها في الخلاط، لسه جايه من عند بتاع الخضار. كده كنت بقلب فيهم. دي كانت الكميه اللي عندي بقى، حطيتها بقى في اكياس. هوريكي بقى طريقه وانت بتكب الاكياس عشان ما تتبهدلش منك وتبهدلي الدنيا. حطيت الكيس كده في دورق صغير او كوبايه، وحطيت بقى كده عشان ما تتكبش مني وتلدلدق مني هنا ولا هنا. هحط على قد طبعا الطبخه اللي انا هعملها. انا بفرغ منها الهواء كده وبعدين هربطها. وفي طريقتين، انا هوريك الطريقتين، بس انا بفضل طبعا اللي هي بتتربط دي عشان ما تتكبش مني لما اطلعها واحطها في شويه ميه تفك يعني مني. دي كانت الطريقه اللي انا على طول بستخدمها. او دي الطريقه التانية بقى اللي انا بقولك عليها دي، ممكن هي بتوفر معاكي مساحه في الفريزر، بس ممكن تتكب منك وانت بعد ما تطلعيها يعني تحطها في ميه ويدخل لها ميه كده، فانا ما بفضلهاش. انت عايز تعمليها اعمليها، هي حلوه برضو، او تعملي دي. كده هعمل بقى الكميه بقى. صلي على النبي في الكومنتات، وما تنسيش تعمل اشتراك وتفعلي زر الجرس وتضغطي لايك لو عجبك الفيديو، وتعملي شير للفيديو. دي كانت الكميه معايا. كل سنه حضراتكم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.